كاش ناو موبايل كاش لون اب. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات وعايز تعرف التطبيقات اللي هتفيدك والتطبيقات اللي هتضحك عليك، اشترك في قناتي. التطبيق مبدئيا بيدي قروض، بس بيدي قروض بالدرهم الاماراتي. يعني حضرتك لو انت مصري وعايز تقدم على قرض، فانت مش هتاخد منهم اي حاجة مبدئيا. لكن لو انت مصري وعايش في دبي وليك بيانات ان انت عايش معاهم هناك، فممكن تاخد، لان انت هيبقى ليك حساب في البنك، هيبقى ليك اسم، هيبقى ليك يعني كذا حاجة لو انت مقيم في دولة الامارات. لكن غير كده اي حد هيقدم على التطبيق فالتطبيق عادي جدا هيتعامل معاك ان هو ابلكيشن ما بيفهمش. هياخد منك صورة الجواز او صورة الهوية، صورة البطاقة، بعد كده جهات الاتصال، بعد كده صورة سيلفي، وبيخش على بياناتك وياخد كل المعلومات اللي ممكنة. لأن أغلب تطبيقات القروض الشخصية من الموبايل ما عندهاش أي ضمان لحضرتك إنك تسدد الفلوس غير البيانات اللي بيسحبوها من تليفون حضرتك. فبيسحب منك الصور والفيديوهات جهات الاتصال، وبعد كده بقى يقرر يديك كارت أو ما يديكش كارت. طبعا هتلاقي قروض بقى يقولك على 6 شهور، على 3 شهور. للأسف الشديد التطبيق رغم إن هو عنده مصداقية عالية في الإمارات ومتراقب عليه كويس، لكن ما بيديش ل6 قروض 6 شهور زي ما انت متخيل. هو بيدي شهر، شهر ونص أقصى حاجة، لكن غير كده ما بيديكش قروض طويلة الأمد. غير كده هو بياخد برضه فايدة 35% تقريبا من قيمة القرض اللي انت بتقدمه. بس بالنسبة للناس بيبقى إيه بيفك زنقة وانا مكنتش عارف هعمل ايه. فالتطبيق سهل وبسيط للمقيمين في دولة الإمارات. غير كده أي حد هيخش على تطبيق هتتسحب منه بياناته عادي جدا. البيانات دي بقى ممكن تتباع لدول تانية، لتطبيقات تانية، تعارف شات، لأن انت لما بياخدوا صورك وفيديوهات هيعملوا بيها بصورك وفيديوهاتك. لو في صورة بنت موجودة، لو في صورة ست، لو في فيديو كده ولا كده بياخدوه، بتتباع كل الداتا دي. عاملة زي الفراخ كده، اللي بتتقسم بانيه، وراك، مش عارف، أجنحة، كل الحاجات دي، دبابيس، مش عارف كده يعني. فلو ما كنتش تعرف اي حاجه عن التطبيق وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناه وللفيديو، واعرف ان التطبيق ده مش هيديك اي حاجه لو انت مقيم في مصر او في اي دوله غير دوله الامارات، عشان توفر بياناتك.